طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده. انت بتطلعني منين؟ تمرينة رجل جاي معايا ولا ايه؟ هتيجي معانا ولا مش جاي؟ وبعدين اول تمرين ليج اكستنشن. عايزك دايما وانت بتتمرن على الجهاز ده ترجع ظهر الكرسي لورا وركبتك تكون لامسه الباد وما يكونش في مسافه بينها وبين ركبتك، ومشط رجلك ما يكونش لجوه وركبتك لبره او العكس، وتكون رجلك كلها على لاين واحد، والباد اللي تحت تكون مواجهه للانكل ومشط رجلك تشد لفوق، لان ده هيشيل حمل كبير من على ركبتك، ودايما تشد الواير على اخر حاجه عشان تعرف تعمل استطاله كامله للكوادز. تاني تمرين الليج كيرف، ده طبعا مش محتاج لي شرح. تيجي تصور انت التمرين ده وانا اخش بعدك من غير تصوير. انزل يالا، بيقول لك اللي خد فيها فلت، انا قلب عليك يا حمار عايزك تفلت. بصوا بيلعب تمارين السيخة. تالت تمرين هاك سكواد. اهم حاجه في التمرين ده انك ترفع صدرك لفوق وتشد القطنيه وتلزق ظهرك في الجهاز وتنزل لحد الاخر وتطلع للاخر من غير ما تعمل لوك لركبتك. رابع تمرين معانا الار دي ال او الرومانيوم ديد ليفت. ركز على ان رقبتك تبقى في مستوى ظهرك، زائد ان الحركه تبقى صادره من الحوض، ويبقى في تانيه بسيطه في ركبتك. يخرب بيت طيبتك، يخرب بيت طيبتك يا شيخة، ما هي الطيبة دي اللي موديانا ورا. سام انا عارفك جاي ورا ليه يا اسطى؟ بعد اذنك روح ورا الكاميرا. انا بتعلم التمرين بس. ايوه انت جاي تتعلمها فين هنا؟ ده بقى فيديو بورد ما بقاش فيديو تمرين. يا عم عادي مش مشكله، بشيلها في المونتاج. احنا محتاجين نشيل التمرينه في المونتاج. الفيديو هينزل هتلاقي شويه زلمه كلهم في الدي ام بتسالب ولا موجب خوي. خامس تمرين ستاندنج كالف. بلاش التنطيط اللي انت بتعمله في التمرين ده، وحاول تنزل اكتر مدى تقدر عليه وتسكويز فوق ثانيه. ودي كانت تمرينه الرجل المستفاد منها انك ما تتمرنش رجل مع واحد صاحبك، ففولو عشان تتابع بقى السايكلز اللي جايه، وكمان شير عشان تفيد غيرك. سلام.